وفرادس لينا حكاياته بيعملها النادي الاهلي وبيتقدم بثلاثيه نظيفه على الترجي التونسي في رادس ملعب النادي الاهلي الثاني. وخلينا نقول ان النادي الاهلي خلاص بيحط رجل في نهائي دوري ابطال افريقيا للمره الرابعه على التوالي او للسنه الرابعه على التوالي. النادي الاهلي كبير، نتيجه كانت بالفعل متوقعه. اللي يقول لك النتيجه ما كانتش متوقعه، لا، كل مجريات المباراه وكل معطيات المباراه بتخلينا نقول او بتخلينا نروح لنتيجه الثلاث اهداف مقابل لا شيء للنادي الاهلي على الترجي اليوم، بل انها كانت لابد وكان من المفترض بالشكل اللي شفناه ده وبالوضع اللي احنا شفناه للترجي وبوضع النادي الاهلي كانت ممكن تكون 4 و5. وخلينا نقول ان في لعيبه فضلت مصلحتها الشخصيه على الجماعيه وعلى مصلحه الفريق. انت لاعب نازل من على الدكه، اعمل كوره، اعمل حاجه حلوه تخلي الجماهير تقول كويس انك نزلت وعملت تمريره حلوه، عملت اسيست، عملت الكلام ده، احسن ما تفتكر وتقول لك انت نزلت في كوره كنت اناني وضيعت على النادي الاهلي هدف. وهنا احنا بنتكلم على طاهر في كوره، على عبد القادر في كوره تانية في منتهى الغرابه بيضيعوا على النادي الاهلي فرصه التقدم ب4 و5 بشكل غريب جدا من كلا اللاعبين. العبها واعمل اسيست، اللعيبه الجماهير هتقول لك برافو انك نزلت وعملت الاسيست وعملت التمريره دي وعملت التحرك ده. كولر النهارده قنبله فنيات على ارض الملعب، ماشي بالمباراه زي ما هو عايز، مقسم المباراه على فترات وماشي بيها زي ما هو عايز وكانه متحكم في كل تفصيله على ارض الملعب. يعني واحد يقول لي الترجي غايب منه لعيبه كتير وبيمر بفتره سيئه، هقول لك مفيش مشكله، انا هنا بقى اعرف استغل ده لصالحي ازاي. ما انا لو ما استغلتش ده يبقى انا هنا وحش. انا استغليت ده النهارده امثل استغلال ودرست الترجي كويس جدا ونزلت في ارض الملعب، مشيت المباراه زي ما انا عايز واستغليت حاله الترجي لصالحي ان انا افوز ب3 اهداف واقول انا ما عملتش مجهود، انا فايز ب3 اهداف بس انا ما عملتش مجهود، بس انا ما بذلتش مجهود، بس انا محافظ على لعيبتي من الاصابات ومن المجهود البدني والدنيا كلها زي الفل. هنا انا اقول لك شابوه، احسن مما يكون كل ده معاك وتقدم مباراه سيئه وما تعرفش تستغل الوضع لصالحك. اذا هنا في مشكله ودي حصلت كتيره جدا، لكن ان انا استغله دي حاجه في منتهى الجمال وحاجه في منتهى العظمه. وشابوه للكولر النهارده بيجيب الهدف وبيرجع سايب الكوره للاعيبه الترجي تحت انظاره، سايبهم يمرروا الكوره يمين وشمال، مفيش اي فرصه تذكر على الشناوي، مفيش اي فرصه خطيره، ما شفناش اي فرصه من الترجي نقول ان كان ممكن الترجي يجيب هدف، ما حصلتش، كلها فرص عاديه في المتناول طبيعيه تحت انظر لعيبه النادي الاهلي. وهنا بنخطف الكوره وبنروح نجيب الهدف، هدفين من بيرسي تاو النهارده. يعني خلينا نقول نقطه برضو ان الحارس ما كانش كويس، ساعدت بيرسي تاو ان هو يسجل هدفين والهدف الثالث عن طريق كهربا. هنا احنا هنتكلم في الهدف الثالث بتاع كهربا عن الجماهيريه. بص لحسين الشحات، استلم الكوره رمى نظره وشاف كهربا لعب له الكوره في مكانه، بقت الكوره هدف. والكلام هنا رايح لعبد القادر والطاهر اللي يعني اننوا في الكوره او بصوا لمصالحهم الشخصيه على حساب مصلحه الفريق اللي كان ممكن تخليهم افضل من وجهه نظر الجمهور ويقولوا لهم شابوه. ماشي، فالكلام هنا رايح لهم. فالنادي الاهلي ب3 اهداف النهارده، اللعيبه كلها النهارده من وجهه نظري كتشكيل اساسي كانوا في منتهى الجمال وفي منتهى الروعه. واحد يقول لي يا عم احنا ما عملناش هجمات، ما طلعناش بهجمات، كهربا ما كانش باين، حسين الشحات ما كانش باين، مش عارف ايه. هقول لك ما هي دي تعليمات كولر، تعليمات كولر ان بيرسي تاو وحسين الشحات الاثنين راجعين تماما بيأدوا الادوار الدفاعيه. ربنا كرم بيرسي تاو بكورتين انتهت الهجمه عنده فعرف يشوطهم ويحطهم بشكل كويس جدا. اوكي، حسين الشحات كان مقدم جبهه دفاعيه مع علي معلول وقافلينها تماما، كهربا كان لوحده قدام مفصول عن باقي الفرقه، فالفرقه اساسا مش واخده تعليمات هجوميه. واحد يقول لي كان لازم يشد حد عشان يسحب الفريق، هقول لك هو مش محتاج يسحب الفريق، هو عايز كده اساسا، هو عايز ان هو يفضل سايب الكوره ولعيب الترجي تحت انظاره يحاول يخطفها ويخبط الهدف وكل سنه وانت طيب ويسرق المباراه بالشكل اللي احنا شفناه ده. هو مش مدي تعليمات بالهجوم اساسا، هو عايز الشكل اللي احنا شفناه ده، فنزول اي حد من على الدكه عشان يسحب الفريق هو مش عايز ده، هو عايز الفريق زي ما هو على وضعه الحالي اللي نجح بيه انه يفوز ب3 اهداف ويحسم المباراه بنسبه 90% ان شاء الله. فرادس مش عايز اوصل فرادس ايوه هناك مش عايز اوصل الاحساس ده للعيبه، مش عايزين نوصل الاحساس ان الدنيا خلصت وخلاص احنا الماتش الجاي تحصيل حاصل. كرة القدم ملهاش امان، كرة القدم ملهاش كبير، نلعب المباراة الجاية وكأننا طالعين من المباراة دي 0-0 متعادلين او خسرانين، وبعد ما نكسب المباراة الجاية نحتفل بفوزنا فرادس بنتيجة كبيرة
النادي الاهلي تقريبا لاول مره يوصل لعدد المباريات ده في افريقيا بالفوز المتتالي، من اول القطن والهلال ومباراتين الدور ربع نهائي، ثم اهو المباراه دي للدور نص نهائي. يعني بنتكلم في 5 مباريات على التوالي مكسب للنادي الاهلي. فزت على القطن او فزت على القطن ثم الهلال، فزت على القطن هناك، الهلال عندك، فزت على الرجاء عندك ثم عندهم، والنهارده بتفوز على الترجي عندهم. يعني انت بتفوز جوه وبره، وحاجه في منتهى الجمال وفي منتهى العظمه. شابوه كولر والمنظومه اللي هو عاملها مع النادي الاهلي. وخليني اقول لكم كولر عمل حاجه جميله جدا. كولر خلى اللعيبه تلعب كوره، بس خلى اللعيبه تلعب كوره وما عملش اكتر من كده. هنتكلم بقى في تطوير وكلام من ده الراجل لسه ما طورش. الراجل انا شايف ان هو كل اللي عمله خلى اللعيبه تلعب كوره. الراجل ده مع الوقت هيبقى في حته تانيه يا جماعه. حلقتنا خلصت، سلام.